هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة؟ قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم الفكرة. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بشمول. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. مسكت المايك قلت اقدم برنامج للرياضة، اثبت فيه ان في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير او كنت راجل عجوز، موتور باليه كروكيه everybody can choose. اصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت، واظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. مساء الخير عليكم مشاهدين سبوت في كل مكان، واهلا بيكم وحلقه جديده. النهارده هبتدي كلامي معاكم عن حلم اتولد في قلوب شباب طموح ومتحمس. المختلف في الشباب دي ان هم كان حلمهم واضح وصريح، وعارفين الطريق اللي هيوصلهم لهدفهم. معانا النهارده في سبوت بطوله للام ام اي اللي بتشرف انا وفريق العمل واصحاب الفكره اللي احنا بنغطيها وبننظمها وبنرعاها مع بعض.
بطولة النهارده هي الاي اف سي ايفوليوشن فايت نايت اللي بتشوفوها معانا لتاني مرة حصريا في سبوت اون سبورت. واظن ان احنا اتكلمنا معاكم عن الام ام اي كتير وقدرنا، او اظن برضو ان احنا قدرنا نوصل لكم قدر كافي عن رياضة الام ام اي ونعرفكم عنها اكتر. خليكم معانا في تغطية لاهم فايتات الاي اف سي ايفوليوشن فايت نايت. بطولة النهارده بتمثل هدف من اهم اهداف البرنامج، وهو ان احنا نقدر نوصل بيكم ومعاكم لكل الرياضات المختلفة والغريبة اللي موجودة في مصر. ومش بس كده، ده احنا كمان عايزين نقدر ناخد بايد الشباب والرياضيين اللي عايزين يعملوا حاجة كويسة لنفسهم ولبلدهم ويبسطوا الناس. كلمتكم انا من شويه وقلت لكم عن التغطيه الحصريه اللي كانت للاي اف سي ايفوليوشن فايت نايت 23 او الايفنت اللي فات. تعالوا قبل ما نتفرج على الايفنت دوت افكركم بالايفنت اللي فات. Cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my Black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, hater. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now.
You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Don't act like I 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 told ya. Baby, you're making it. Chipos, man. I got this, yeah. لسه مكملين معاكم اعزائنا مشاهدي قناه المحور وبرنامج سبوت اون سبورت، ولسه بيشاركني التعليق كابتن محمود طاحون. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا محمد. شايفين قدامنا هنا خالد هيرو وحماده طنطاوي. ماتش قوي جدا قوي. بالاثنين، بدايه سريعه جدا. فرونت كيك من خالد هيرو. تيك داون دخل هنا في وضع الجارد، في وضع الهاف جارد. هنا خالد بيحاول يحط جراند باوند، بس حماده مقفل الجارد كويس. حماده بيقفل كويس معاه. لو جينا نتكلم عن وضع الجارد هنا كابتن، يعني السيطره بتبقى 50-50 يعني. السيطره بتكون اللي فرع جارد، اللي فوق اللي جوه الجارد بيكون بس معاه جراند باوند بانشز، انما اللي تحت بيكون بس معاه السبمشن. زي ما احنا بنشوف دلوقتي حماده الطنطاوي بيحاول ان هو ياخد سبمشن، لكن خالد مش مديله فرصه. بيحاول ياخد ديج لوك بالظبط. خالد هيرو. حماده بيحاول يعمل ديج لوك برضه الاثنين، بس هم لسه فلت خالد منه. هرب منها خالد هيرو. حماده بيحاول ياخد الباك، بيحاول ياخد هياخد الباك جراوند باوند من الخلف. بيحاول يقف معاه تاني كلينش. بيحاولوا يرجعوا لوضع الوقوف تاني. بيبقى اسلم للاعب الاسترايكر ان هو لو مش قادر يلعب تحت بيرجع. لازم يقف فوق، لان هو كده لازم يلعب في نقطه القوه اللي عنده. بالظبط. كل واحد بيجيب الفايت للمكان القوه اللي هو بيقدر يلعب فيه. بالظبط. طيب هنا في وضع الكلينش كل واحد فيهم بيحاول ان هو يسيطر. هنشوف ايه اللي هيحصل. ضربه قويه من خالد هيرو. خالد تحسه تعب كده فجاه. بانشز قويه. باك سبيننج فيست من خالد. نايس بوكسينج حلوه قوي من حماده طنطاوي. بيج ني تاني. بيج رايت تيك داون. ستوب نايس. الحكم وقف. تكنيكال نوك اوت من حماده طنطاوي. بالظبط. كيكي ضربه فنيه قاضيه، لان حط كومبينيشن كامل كويس قوي. حط كذا ركبه خصم على وشه خلاص، فكان لازم الحكم الضربه اليمينيه في الاخر دي يعني كادت ان تفقد الوعي، يعني قويه جدا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا حماده طنطاوي بيحتفل وبيحيي جمهوره. لا كان ماتش قوي. كان ماتش قوي جدا، بس كانت بدايه او كانت اعتقد خالد اتسرع شويه، طلع الباور اللي عنده كله في الاول، وبادئ بالفرونت كيك. حتى يعني ما حطهاش صح عشان كده يعني هو حطها وقع. اتسرع قوي خالد هيرو. طبعا هنا الحكم هيعلن النتيجه. فوز حماده طنطاوي بالضربه الفنيه القاضيه تي كي او. الف مبروك لحماده طنطاوي. أعزائي المشاهدين، ولسه مكملين معاكم على قناة المحور وبرنامج سبوت اون سبورت. لسه معايا كابتن محمود طاحون. أهلا بيك كابتن. أهلا بيك يا محمود. الماتش ده بين كابتن محمود سلامة وكابتن رمضان الوحش. الماتش هيكون قوي جدا. محمود سلامة يمتلك الخبرة والقوة البدنية أكتر والسلايكر الأقوى في الركن الأحمر، ورمضان في الركن الأزرق بالشورت الأزرق. باك سبيننج باك كيك سريعه جدا من محمود سلامه. رمضان بلو كيك. اوفر هاند شمال دي لو كانت لبست كانت بقت صعبه قوي. لو كيكس كومبينيشن نايس قوي ده. محمود سلامه داخل اجريسيف قوي. جدا نايس راوند كيك. بيج رايت هاند من محمود سلامه. نوك اوت في اول دقيقه في اول جوله. صعب قوي. صعب. محمود سلامه ما شاء الله عليه. لا وحش. ايه ده طب رمضان ايه يعني الدكتور هنا بيعمل تشيك اب عليه؟ لازم، لانه خد هوك يمين يعني قوي جدا. محمود سلامه النيك نيم بتاعه ايرون مان، وهو فعلا ايرون مان.
لسه معاكم النهارده في المين ايفنت بين محمد عبد الحميد وحسن الصغير. حسن الصغير في الركن الازرق ومحمد عبد الحميد في الركن الاحمر. يعني توقعاتك ايه يا كابتن محمود؟ الماتش صعب تتوقعه لان حسن معاه يعني طوله اطول طبعا ما شاء الله عليه وسنه اصغر. محمد عبد الحميد سنه اكبر وبس هو عنده الخبره طبعا، يعني عنده خبره اكتر سواء كان سترايك او جرابلينج. بس هنشوف النهارده الخبره هي اللي هتفوز ولا السن والشباب. الاثنين في حاله ترقب. نايس قوي رايت هاند من محمد عبد الحميد. حسن بيحاول. حسن في مرحله الاستعداد. محمد عبد الحميد مترقب كده بس اعتقد ان هو عنده بلان. حاله جس نبض بين تهويش كده تيك داون الاثنين في نفس الوقت. هنا محمد عبد الحميد بيحاول ياخد تيك داون وبالفعل بينجح في التيك داون. بينجح في وضع السيطره الجانبيه سايد ماونت بالظبط. حسن الصغير هنا بيحاول يقفل الجلوتين بس هنا الجلوتين ضعيفه جدا. مش قافل الجلوتين، مش قافل على رقبته، قافل على ذراعين الاثنين. دراعين الاثنين بالظبط. ما ينفعش طبعا. ده يعني بينهم على ان هو ما عندوش خبره قوي في الارضي. ما اعتقدش ان هو ممكن يكون في الارضي. طبعا هنا بوزيشن كويس جدا. بيحاول ياخد حميد هياخد فول ماونت او بيحاول يعمل سكيب بس الاول يفتح ايديه. هو كده مش يعني ما اعتقدش مش مسيطر يعني في حاجه حسن يعني بالظبط. هو كده بيتعب نفسه كمان على الفاضي. بالظبط بيستنفذ قوه كبيره على الفاضي. ما هو مش وضع مؤثر. ما زالت السيطره لسه لمحمد عبد الحميد. يعني المفروض ان هو بيحاول يطلع من الحكم بالظبط يوقف ولا لما الحكم يا جماعه بيكون في مثلا الاثنين بيلعبوا مع بعض مفيش اي اكشن بيحصل لازم الحكم بيوقف بيلعبوا ثانيين بالظبط. ضربه قويه راوند كيك من حسن والتيك داون بيحاول ارم بار هنا. ارم بار قويه من محمد نايس. عمل في اول جوله. خلينا نقول يا جماعه ان الخبره فازت على الشباب. ده يعني سريع جدا. انت شفت الارم بار يعني خطفها. خليني اقول لك اسرع سبمشن النهارده لمحمد عبد الحميد. خليني اقول لك ان محمد الحميد اصلا ملقب بسكوربي اللي هو العقرب بالظبط. العقرب شايف يعني ما تلحقش تشوف اطرافه وهي بتتحرك. الاي اف سي ايفوليوشن فايت نايت 24 اللي بتشوفوها معانا النهارده بيشارك فيها 3 لعيبه من لبنان و2 من المغرب وعدد كبير من الفايترز المحترفين اللي موجودين في مصر. اتمنى ان احنا نشوف ونستمتع مع بعض دلوقتي بفايتات قويه. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No ifs, ands, or buts, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to the last relapse album, he's still shitting, whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shit just bows out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, Everybody, come take my hand, We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just letting you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. Shit and cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back, click, clack, clap. Cause I ain't playing around. It's a game called Circle and I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks now. I'm not afraid اهم 3 بطولات للام ام اي في العالم
حسب ترتيبهم وشهرتهم. رقم 1 هي اليو اف سي في امريكا، رقم 2 هي برايد في اليابان، رقم 3 هي السترايك فورس في امريكا. It's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even is starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. Let's do this. أميرة بدر من الفايترز الموجودين النهارده في الاي اف سي ايفوليوشن فايت نايت، كسبت الفايت بتاعها النهارده 8 ثواني 10 ثواني. ازيك يا أميرة؟ انا سلامك الحمد لله. اخبارك؟ كويس. يعني مبسوط من الاداء اللي انا شفته النهارده، واحكي لي ازاي خلصتي الفايت في 10 ثواني؟ انا عشان بتاعت مصارعه فما بشتغل على السقطه، فلما بنشتغل على السقطه فبننزل تحت فمسكت شوك فخنقتها فهي سلمت مش قادره تكمل فالماتش خلص. يعني ده من الواضح ان انت الفنون القتاليه معاكي ما ابتدتش من الام ام اي، ابتدت من قبل كده، بس انا حابب الاول اعرف منك الام ام اي ابتدى معاكي امتى؟ ابتدى معايا من زي 5 شهور. لعبت بطوله في ماليزيا ودي تاني بطوله ليا. وعملتي ايه في ماليزيا؟ لا ما ربنا ما وفقنيش بس عملت ماتش كويس. متهيألي الاحتكاك الدولي ده مطلوب جدا. اول احتكاك ليا في تاني اقوى بطوله في العالم. كلميني بقى عن المصارعه، انت كنت بتلعبي مصارعه؟ انا بلعب مصارعه حره منتخب مصر وثالث افريقيا. هايل. وابتديت 5 في 2015 السنه اللي لسه اللي فاتت دي. ثالث افريقيا في شهر 5 اللي فات 2015. أميرة قولي لي، بنات كتير واخدين يقول لك اصل دي العاب عنيفه، اصل احنا ما بنلعبهاش، تقولي لهم ايه؟ لا اصل انت بتبقى عنيف او كده جوه البساط جوه القفص، انما غير كده بره انت بتتعامل معاملتك العاديه. يعني وقت اللعب هو بس اللي بتبقى فيه كده، انما بره اللعب خلاص بقى انت بتمارس حياتك الطبيعيه. متهيألي بقت الحياه محتاجه دلوقتي شويه ان الواحد يبقى عنده يعني التكنيكالز بتاعت الفايت عن نفسه بقى قولي لي طيب ايه اللي حببك بقى في المصارعه وحببك ان انت تخشي بقى بعديها ام ام اي؟ يعني ليه ما كملتيش في اي فنون قتاليه تانية؟ انا اللي حببني في المصارعه دكتور اسامه سعيد مدربي، وهو وحاليا مدرب المنتخب. هو اللي حببني في المصارعه وخلاني اكمل فيها. والام ام اي كابتن محمد عبد الحميد. انت بتلعبي باسم ايه؟ كنت بلعب باسم اتحاد الشرطه. ودلوقتي في الام ام اي تبع ايه؟ فريق ايجيبشن توب تيم. قولي لي الام ام اي محتاج ايه في مصر؟ انت شايفه لسه محتاج ايه؟ هو انا بالنسبه لي انا محتاجه بس اتمرن، يعني حته الالعاب حته المصارعه عندي كامله، بس هي محتاجه العب بوكس شويه بعد كده ابقى اظبط حالي في التمرين.
كابتن احمد يونس مدرب MMA في نادي القطامية جاردنز والمستضيف الحدث بتاع النهارده. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ اخبارك؟ زي الفل تمام. ابتدي معاك من البطولة بتاعت النهارده، كان في لعيب باسم قطامية جاردنز بيشارك، احمد فريد. احكي لي استعدت معاه ازاي وكنتوا بتجهزوا للنهارده اليوم زي النهارده ازاي؟ واحمد فريد قاطع بقاله كتير وراجع في الايفنت ده. هو اصلا بيلعب كيك بوكسنج من الاول، ما بيلعبش جرابلينج. احنا بقالنا 10 ايام بنشتغل، بس احنا ما اشتغلناش كتير، بس احنا بقالنا 10 ايام شغالين علشان يشارك هو في الايفنت ده، والحمد لله يعني. يعني لما يبقى حد قاطع او بقاله كتير ما نزلش او بينزل الايفنت ده بيبقى حاجه كويسه، لانه بيبدا يرجع تاني للتراك بتاعه ويبدا يحتك مع اللعيبه التانيين. طبعا حاجه كويسه جدا. هو اصلا كان لاعب منتخب مصر وشارك في بطولات دوليه كتير، تمام. وانه يرجع يلعب في ايفنت زي ده. الاي اف سي معروفه على مستوى مصر وممكن على مستوى الوطن العربي، منظمه قويه بيعملوا بطولات قويه. هو لعب ماتش كويس، بس يعني التوفيق دايما بيبقى مطلوب، والتمرين قبليها بيبقى مطلوب اكتر. وخلينا اخش معاك من النقطه دي لاستضافه قطامية جاردنز لحدث للنهارده. الالعاب الفرديه عموما مظلومه في كل مصر، والانديه ما بتحاولش ترعى الايفنت ده. فالقطامية جاردنز قررت انها ترعى ايفنت زي ده، وان شاء الله في ايفنت تاني. وكل الايفنتات اللي هتتعمل هي برعايه القطامية هتتعمل هنا ان شاء الله. ده كلام من مجلس الاداره ان في ايفنت ان شاء الله في 4، في ايفنت بعده. يعني احنا بنحاول ان الناس، طبعا مع حضراتكم، ان الناس تشوف MMA، تشوفه بشكل منظم بشكل محترم بس. وده المطلوب من كل حد يقدر يساعد في انتشار الرياضه. واحنا النهارده بنتكلم عن MMA، فبهي الدور اللي بيقوم بيه قطامية جاردنز، وان شاء الله احنا معاهم ومكملين مع رياضه MMA في مصر. محمد علاء من الفايترز بتوع ايجيبشن توب تيم، واللي متعنا بتعليقه لو تفتكروا في الحلقه اللي فاتت. محمد ازيك؟ اهلا بيك، ازيك يا عمرو؟ ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله كله بخير. يمكن ما عرفناش نعلق مع بعض النهارده في الارينا النهارده حوالين الكيج، بس حابب اعرف منك رايك النهارده يا محمد عن الفايترز وعن مستوى الاي اف سي ايفوليوشن فايت نايت 24. والله بنبتدي ان احنا نكتشف شباب جديده وفايترز جدد ما كانوش يمكن شاركوا معانا قبل كده في بطولات سابقه، اول مره ليهم. وهو ده يمكن الهدف الاكبر كان لاي اف سي من اول ما ابتدت، ان هي تبدا تكتشف الفايترز اللي لسه ما خدوش فرصتهم او لسه ما حدش يعرف عنهم حاجه، ونبتدي ان احنا ناخدهم لطريق الاحترافيه. فهي البدايه بتبدا من اي اف سي، خصوصا ان MMA زي ما انت عارف ما كانش الفتره اللي فاتت مهتم بيها في مصر بشكل كافي، فالحمد لله دي بدات البدايه ليهم وكانت خير بدايه موفقه يعني مع اي اف سي. شفنا فايتات قويه برضو النهارده، مع كل ده شفنا فايتات قويه قوي، ولعيبه وفايترز كانوا موجودين معانا قبل كده والنهارده بيشاركوا بس مستوى اعلى. تمام، لازم كل فتره طبعا بيبقى في مستوى اعلى، بيبقى في مستوى اكبر من المنافسه. كمان بندخل يعني زي ما انت عارف احنا في الوطن العربي الموضوع بدا ينتشر بشكل اوسع، فلاعبين من لبنان، لاعبين من المغرب، لاعبين من جنسيات تانية غير الجنسيه المصريه، بنبدا ان يكون في يعني زي يعني مشاركه من العالم العربي كله على الارض المصريه، ودي حاجه مهمه جدا طبعا. متفائل بالمستوى الMMA الفتره اللي جايه؟ اكيد طبعا اكيد. كل حاجه بتبدا بتاخد مراحل عشان توصل لاقصى يعني اداء ليها. فاكيد طبعا احنا دلوقتي في مرحله تقدر تقول في مرحله الميدل، خلاص احنا بدانا ان احنا يعني كل ما التنظيم بقى افضل، كل ما مستوى تدريب اللاعبين ومستوى المدربين بقى افضل، فبنحاول ان احنا من كل ده ننتقي الافضل والافضل عشان ان شاء الله يترشحوا لافضل البطولات وافضل الفايتر.
يعني يمكن معايا اتنين من احسن الفايترز الموجودين في مصر وموجودين النهارده في البطوله بتاعتنا. كابتن نصر الكبروسلي، ازيك يا كابتن نصر؟ حبيبي الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام يا باشا. مية ايه الاخبار؟ كله الحمد تمام؟ لله. كلمني النهارده عن الراوند بتاعتك. النهارده كان فايت قوي. الفايت النهارده كان صعب، كان مع بطل عالم كيك بوكس معروف جدا يعني، اللهم لك الحمد. احنا جهزنا ولعبت على الخطه اللي الكوتش كان عاملها، والحمد لله رب العالمين. اولا واخيرا الفوز كان صعب النهارده بس الحمد لله. في خطه في الام ام ايه؟ يعني لما بتخش الفايت بتبقى حاطط خطه؟ اكيد كل فايت ليه الخطه بتاعته، وانا بلعب على نقط ضعف الخصم بتاعي ونقط القوه بتاعتي برضه. فالحمد لله هو قوي كيك بوكس وانا جوجيتسو، فالحمد لله قدرت ان انا انتصر برياضتي على الكيك بوكس. هايل. اظن ان الصداقه والدعم بتبقى مطلوبه يعني دلوقتي. يعني الكابتن منورنا معانا اهو ومعاك وظهرك وفي جنبك، وانا شايف ساعه ما دخلت الفايت كان واقف لك برضه على الكيدج. اكيد كابتن عزت من الناس اللي دايما معايا في الماتشات، مع كابتن محمد كلنا فريق واحد على قلب رجل واحد برضه الحمد لله. كلمنا كابتن عزت عن الدعم، ان الفايتر يدعم زميله الفايتر. وكلنا اخوات في الفريق، والكابتن معودنا ان احنا كلنا روح واحده، واللي بيلعب واللي بيكسب كأن الفريق كله كسب. فاللي بيلعب بيبقى كلنا روحنا كلنا معاه، وكلنا بنبقى نشجع فيه ونبقى واقفين معاه كلنا وبنسانده. لان انا بيجي لي الدور ببقى جوه القفص وبلعب، وهو يبقى واقف بره بيشجع فيا وبيحمسني عشان نفضل نلعب، لان احنا روح واحده وتيم واحد. شفت النهارده يعني فايت كان قوي جدا يعني، والخصم بتاعك يعني مسكته مرتين، وكان فيه يعني فايت قوي جدا. احكي لي عن الفايت جوه مشي ازاي. هو الفايت جوه كان بدايته صعبه، بس انا قدرت اسيطر ان انا اخليه دايما جرابلينج بلاش سترايك فوق لان هو قوي. فانا حاولت الفايت تحت جرابلينج، والحمد لله هو استسلم مره بس الحكم طبعا ما شافهاش. الحمد لله ربنا عوضني خير برضه واستسلم مره ثانيه والماتش انتهى على خير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن نصر الكبروسلي وكابتن عزت من الناس اللي شرفوني النهارده ونوروني. Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you want to just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, but sizzle my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God's Lizzle does not give a fuck. Comes on, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone color. Till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone color. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's in its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The press is wet dream like Bob and your Whitney. They hit me. Till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone color. Till the ومن لبنان محمد عباني اللي فاز النهارده في وزن ال70 صح؟ الحمد لله نشكر الله كله تمام، والله وفقنا اليوم. اكيد بدعوات الاهل
بجهد الكوتش اللي معي وكوتشز محمد فخر الدين وكوتش حسن برجاوي. كلمني بقى عن دعم الاهل في رياضه الام ام اي، وهل كان في الاول اللي هو لا بلاش ام ام اي دي عنيفه، وبعد كده بداوا يدعموك ولا الموضوع مش؟ اكيد الام اكيد اول شيء لا، ونفس الشيء البي، بس بالنهايه هي هوايه الواحد بدهم يرضوا بالامر الواقع، على انه يعني هن خوفهم علي مزبوط، بس هاي هوايه من جواتي يعني انا قبلان فيها وراضيان فيها. كلمني بقى عن الام ام اي في لبنان، اخبار الام ام اي في لبنان ايه؟ فقيره شوي، بس هلا عم تقوى الحمد لله، عم تقوى بلبنان، عم تقوى وعم توسع ان شاء الله، وان شاء الله يا رب تكبر اكثر بامكانيات الدعم. الاي اف سي فايت نايت النهارده كان بالنسبه لك ايه؟ اول تجربه لي بهالمنظمه، منظمه حلوه، فايت حلو كان، خصم حلو، فيها مستويات عاليه، وان شاء الله يا رب بكون اذا لنا نصيب نشارك بعده فايتات فيها. مميز في ايه يا محمد؟ انا في مواي تاي فوق على الارض، فوق على الواقف عفوا. سبت النهارده خصمك ازاي؟ كنت حاطط له خطه؟ اكيد جيم ماب، يعني انا والكوتشز حسن برجاوي لعبوا فوق ما خليه يسحبني لتحت، والحمد لله زبطت والله وفقنا وربحنا. الام ام اي محتاج ايه في الوطن العربي عشان ياخد حقه؟ الام ام اي محتاج ايه في الوطن العربي؟ دعم من كل النواحي ومنظمات، بس كله يشتغل صح. بس هي اذا كل اشتغل صح بكل شيء، يعني مش ضروري بس بالام ام اي، بكل شيء، اذا كل شيء اشتغلوا صح كله بيمشي وبيكبر. محمد عباني من لبنان، نورت مصر يا محمد. منوره باهلها، نشوفك على طول الدنيا. ولبنان برضو يعني انت عارف المصريين بيحبوا لبنان. حبيب القلب، حبيب القلب، انتوا على راسي من فوق. منافسه قويه وشرسه ملهاش حدود شفناها النهارده مع بعض في الاي اف سي ايفوليوشن فايت نايت 24. مجهود كبير بذل كل الفايترز النهارده وخاصه اللي فازوا. اشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده من سبوت اون سبورت. كنت معاكم عمرو فؤاد، السلام عليكم. ملاك القاهرة يلا فكرة
فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة قال لي الاهلي والزمالك ولا انت فاكرني هندي. هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم الفكرة. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق شغال محرك طيارتك ويلا طير بجنون. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. مسكت المايك قلت اقدم برنامج للرياضة اثبت فيه ان في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير او كنت راجل عجوز وضرب عليك روكي everybody can choose. اصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت واظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش.